المتابعة من درويش، وفي أقدام لوكاس نيل المدافع يضع الوصل في المقدمة. 1-0 للوصل، 1-0 للوصل. لوكاس نيل الأسترالي هو من يضع الوصل في المقدمة في هذه الكرة. شوف الارتقاء الممتاز من درويش أحمد والمتابعة من لوكاس نيل، وبالتالي هدف المباراة الأول للوصل. 1-0 ويعود بفريق الاتحاد إلى المباراة، وبالتالي عدنا مجددا. هكذا يقول عادل صقر. شوف الكرة العرضية والخروج الغير موفق من حارس المرمى محمد التميمي، وبالتالي المتابعة كانت أكثر من رائعة. لكن قبل ذلك تمريرة الذيب عامر كانت رائعة، وبالتالي المتابعة من عادل صقر بشكل ممتاز، والخروج الغير موفق من محمد التميمي. 1-1 الآن أصبحت 1-1. هدف التعادل يأتي في وقت أعتقد بأنه جيد بالنسبة للاعبي اتحاد قلبم. سيحاولون الآن استغلال النقص، لكنهم يعلمون جيدا ويعون جيدا بأنهم يلعبون أمام فريق كبير جدا، يلعبون أمام الوصل، سواء كان ب10 لاعبين أو كان ب11 لاعب. فريق يعرف كيف يتصرف مع مثل هذه الظروف ومع النقص الحاصل في مباراة اليوم. أبو بكر كمارة، الكرة في منتصف الملعب للاتحاد، وصلت لعادل صقر. عادل